في هذه المساحة نسلط الضوء على واحد من الرجال الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الإنسان والمجتمع، رجل ارتبط اسمه بالعطاء والانضباط والعمل الميداني، فكان نموذجاً يحتذى به في الإخلاص وخدمة الناس. نتحدث اليوم عن الأستاذ محمد الطيب عثمان أرباب. يعد الأستاذ محمد الطيب عثمان أرباب واحداً من أبناء ضوابان بمحلية شرق النيل، حيث ولد ونشأ وسط مجتمع عرف بالأصالة والتكاتف. نحن اليوم في منزل علم من أعلام الصحة، ولا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. أخونا محمد الطيب عثمان أرباب شخصية معروفة لدى الجميع في مجال الصحة والمجال الطبي. أسرت إدارة الملاريا مع تعديل الصحة أن تدور هذا العلم داخل منزله، واليوم كل الكوادر العاملة في إدارة الصحة وإدارة الملاريا في ومضوان نحن اليوم في زيارة. وكان منذ سنواته الأولى مثالاً للالتزام وحسن التعامل وحب خدمة الآخرين. بدأ مسيرته التعليمية بمدارس ضوابان الأولية، ثم واصل دراسته بمدرسة العيلفون الوسطى، وبعدها مدرسة محمد حسين الثانوي. على آله وصحبه أجمعين، والله تعجز الكلمات عن تقديم الشكر لكم، ويعني أنا ما أقدر أعبر. بدأ مسيرته التعليمية بمدارس ضوابان الأولية، ثم واصل دراسته بمدرسة العيلفون الوسطى، وبعدها مدرسة محمد حسين الثانوية، قبل أن يلتحق بكلية الصحة ولاية الخرطوم ليدرس المجال الصحي ويبدأ رحلة طويلة من العمل والعطاء. وخلال مسيرته المهنية عمل في عدد من المحليات والمؤسسات الصحية، من بينها محلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل، كما عمل بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة، حيث صحتك حافظ عليها واحميها قبل الندم فيها تصحى لو صبت بالإخلاص والانضباط والتفاني في أداء واجبه وخدمة مجتمعه. ظل الأستاذ محمد الطيب قريبا من الناس، يؤدي رسالته بكل أمانة واحترام، تاركا أثرا طيبا في نفوس زملائه وكل من عرفه وتعامل معه. هذا التجمع فلتتكرم. والله بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نحن نشكر الحملة على ما تمكنوا لنا من خدمة ومن وقاية للمجتمع وتصريفه عشان شنو الخاصة بمنازل ضوابان وكل القطاعات العاملة في التصريف وفي في نظافة البيئة لمنع التواجد. والليلة اليوم الختامي نحن اتكلمنا عشان نجي نحتفل برئيس والمفتش محمد طيب عثمان، كونه هو نزول مفتش وأبونا كبير في الخدمة المدنية قدامنا، وقدم حسن الضيافة والكرم الفواض. وشكرا.